يسعد لي أوقاتكم بالخير والنور والسرور. تعالوا اليوم نعمل مع بعض كعك الأساور بالتمر بطريقة كتير سهلة والطعم كتير زاكي وراح تحبوه. تعالوا نشوف مع بعض طريقة التحضير. معي هون مقدار الطحين، معي 3 أكواب ونص من الطحين الأبيض. أنا هون بستخدم الأكواب العيارية. عليهم معلقة كبيرة من كل من اليانسون الحب، اليانسون المطحون، الشومر المطحون، والمحلب المطحون. عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح وكوب من السمسم المحمص. وبنقلب المكونات الجافة مع بعض. هون مقدار السمنة، أنا استخدمت سمنة حيواني مقدار 3/4 كوب. عليهم نص كوب من الزيت النباتي الدافي. وبنقلب المكونات بمضرب التقليب حتى الطحين يشرب كل مقدار المادة الدهنية اللي هي السمنة والزيت. وطبعا إذا ما عندكم العجانة فيكم تفركوا الطحين مع المادة الدهنية اللي هي السمنة والزيت بإيديكم حتى الطحين يشرب كل السمنة. معي هون 3 معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وبنعجن جميع المقادير بكوب من الماء الدافئ. طبعا احنا بنضيف المي بالتدريج مش مرة واحدة، وبنضل نقلب. طبعا إذا أنتم بتعجنوا بإيديكم فيكم تعجنوا بإيديكم مع مراعاة إنكم ما تضغطوا كتير على العجينة حتى ما يتخللها الهواء. وهيك بتكون تكونت عنا العجينة. هون بلمها على بعض. طبعا العجينة كتير طرية وكتير حلوة. وهون بنغطيها بالنايلون وبنتركها حتى تتخمر يعني من نص ساعة لساعة، مش أكتر من هيك. معي هون مقدار العجوة، معي كيلو من العجوة التمر، عليهم رشة قرفة، وعليهم معلقة كبيرة من اليانسون المطحون، ومعلقة صغيرة من السمنة، وبنعجنهم كتير منيح. وهون أنا بدي أشكلهم على شكل أصابع. كل الكمية بنشكلها على شكل أصابع، وهاي كل الكمية. معي هون العجينة بعد ما خمرت، شوفوا كيف طرية. هون راح أشكلها على شكل كرات. طبعا حجم الكرات انتو اللي بتتحكموا فيه، إذا بتحبوا الكعك يكون حجمه كتير صغير أو وسط أو كبير. تعالوا نشوف كيف بدنا نشكل الكعك الأساور. معي هون كرة العجينة، بتفردوها على شكل بيضاوي. بتجيبوا إصبع من العجوة، بتضغطوا شوي حتى تلزق بالعجينة. بعدين بتسكروا على العجوة كتير كويس حتى ما تبين. وبندحرجها شوي هيك من جميع الجهات، من النص، بتبدأوا من النص للأطراف لبرا. وبس. وبعدين بتلفوها على شكل سوارة وبتضغطوا بإصبع إيدكم الصغير ضغطتين حتى تتسكر عشان ما تفتح بالفرن. وهاي شكلها. تعالوا نعمل كمان واحدة مع بعض. انتبهوا على طريقة التشكيل. طبعا إذا كانت العجوة شوي كبيرة بتقدروا تاخدوا منها وتخففوا من كميتها. ونضل نعمل هيك جميع المقدار، ونصفهم بصينية الفرن. وطبعا بعد ما نخلص المقدار كله بنحطه بفرن محمى مسبقا على حرارة 200. إذا الفرن تبعكم بمروحة، إذا من غير مروحة على حرارة 220. تقريبا أخذ مني 10 دقايق. وبس. هاي كانت وصفتنا لليوم لكعك الأساور. إذا عندكم أي تعليق أو أي سؤال اكتبوا لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو. وبدي دعمكم للقناة بلايك وشير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد. وصحتين وألف عافية.